صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده حلقة جديدة، فيديو مختلف عن بعض الاكلات اللي ممكن تتعمل في القلاية. كلنا محتارين، هل في اكلات فعلا زي اللحوم وزي الكيك وزي المشويات ممكن تتعمل في القلاية؟ كلنا محتارين من الموضوع ده. النهارده بقى حبيت اقول لكم هنعمل مع بعض 6 اكلات مختلفين، واقول لكم بكل صراحة ايه الاكلات اللي ممكن تطلع معاكي حلوة 100%، والاكلات السيئة معاكي اللي ممكن تعمليها في القلاية وما جربهاش مرة تانية. زي بقى البطاطس، زي المشويات، زي الفراخ وزي اللحوم. والنهارده بقى يوم جديد، لو اول مره تتابعي قناه هبه تي في اتمنى ان انت تشتركي في القناه علشان يوصلك مني كل جديد. اولا زي ما انتم عارفين في الحلقات اللي فاتت انا جايبه الهوايه برو، ودي حقيقي يعني من اجمل القلايات اللي انت ممكن تستخدميها او تجيبيها. يعني التايمر بتاعها سهل جدا، تشغيلها سهل جدا، ويعني التسخين بتاعها او درجه الحراره بتاعتها قويه فعلا فيها في 100%. المهم ان انا عملت فيها بعض الاكلات، وفي منها طلع جيد جدا بجد فيري جود، وبعض الاكلات اللي طلعت فيها سيئه. فالنهارده هنعمل مع بعض اول تجربه وحبيت ان انا اعملها، وهي البانيه. انا كنت طبعا مطلعه البانيه رصيته بالشكل ده، وقلت اديله رشه كده من الزيت في يعني في الوش علشان خاطر يديني التحميصه المطلوبه ويطلع معايا البانيه طيب. فاول حاجه حطيت البانيه. طبعا اللحوم بتتحط على درجه حراره، اللحوم 160 على درجه حراره 20 دقيقه. الفراخ زي البانيه وزي المشويات بتتحط على درجه حراره 180، بتاخد 25 دقيقه. انا طبعا حطيتها، وبعد 15 دقيقه خرجتها بالشكل ده، قلت اقلبها، لقيتها يعني النتيجه ما كانتش مرضيه قوي. قلبتها الجنب التاني، وبعد 25 دقيقه دي كانت النتيجه. في البانيه في القلايه ما عجبتنيش جدا، يعني ما عجبتنيش نهائي. لدرجه ان هي كان ناشف قوي قوي ومحجر من جوه، وده الفرق ما بين البانيه المقلي والبانيه في القلايه. فاول تجربه معايا كانت سيئه، وهي البانيه، يعني ما حبيتوش نهائي. يعني مش معنى كده ان بعض الاكلات كانت سيئه، لا. فانتي بتفتحيها من جوه اهي، شايفين يعني معضمه جدا، ناشفه قوي قوي، واللحم بتاعها ناشف. مش عارفه هو إيه العيب ان انا اطلع البانيه واحطه يعني احطه في حبه زيت كتار، ولا ايه المشكله؟ يعني انا الصراحه ما عجبنيش البانيه فيه، وطلع الصراحه سيء جدا. ودي كانت اول تجربه انا ما حبيتهاش فيها. تاني تجربة وأهم حاجة إحنا بنجيب القلاية عشانها، وهي البطاطس المحمرة. البطاطس المحمرة بجد أنا كنت خايفة، كل اللي كان بيقول لي لأ البطاطس كانت بتطلع وحشة جدا في القلاية، بتبقى طعمها المحمرة بتبقى أحسن. أول حاجة حبيت إن أنا أطلعها، قشرت البطاطس زي ما انتم شايفين، رشيت عليها رشه من الملح وحبه خفيفه جدا كده من الزيت في الوش. دخلتها على درجه حراره بتاخد 200 في القلاية برو، بتاخد 20 دقيقه. حطيتها وطلعتها، ودي كانت النتيجة بعد 20 دقيقة بالظبط. يعني طبعا كل أكلة وفيها مدة التسخين والوقت بتاعها بيبقى مكتوب على القلاية من فوق. حقيقي أحلى حاجة فيها وهي البطاطس. يعني أي حد يقولك لا القلاية في البطاطس مش ممتازة ولا 100%، لا، أكتر حاجة عجبتني فيها وهي البطاطس بجد. يمكن كل قلاية بتختلف عن التانية، في قلاية زي فريش والكلام ده كله، وفي طبعا بعد الاسامي كتير، لكن صراحه اكتر حاجه عجبتني فيها وعجبت الاولاد جدا، او اللي انا كنت محتاجاها قوي، وهي البطاطس المحمره في القلايه. طلعت النتيجه حلوه جدا، مقرمشه قوي، طريه من جوه، وفعلا من بره ما شاء الله. اخدت بجد يعني 20 دقيقه، وهي ال 20 دقيقه بتظبطيها على درجه 200، بتاخد معاكي 20 دقيقه ما شاء الله، بتطلع مقرمشه وممتازه بجد. ودي كانت تاني تجربه معايا، وهي البطاطس المحمره. واظن كلنا اكتر حاجه بنجيبها وهي الحاجات اللي بتتحط في الزيت، زي البانيه وزي السمك وكل الكلام ده. شايفين ما شاء الله مقرمشه جدا، يعني مقرمشه كده، ويعني الصباع بتحطيه على التاني بتطرقعيهم هما الاتنين مع بعض، طعمها حلو جدا بجد. تالت تجربه معايا وهي الفراخ المشويه. انا تبلت الفرخه، وقصدت ان انا اجيب فرخه كبيره حوالي 2 كيلو ونص، علشان يعني اجرب مدى قوه الهوايه، علشان خاطر هل هتخلي لي مثلا الفراخ مستويه حلوه قوي زي اللي بنجيبها من عند الحياتي، او ان احنا بنعملها على الفحم وكل الكلام ده. ظبطتها وحطيت خضار من تحت، وظبطت على درجه حراره 180، قعدت معايا 25 دقيقه. وبجد ما كنتش مصدقه النتيجه بعد ما فتحتها ولقيتها بالجمال ده.
الخضار مستوي 100% والفراخ ما شاء الله شكلها كده بس يفتح النفس، وكمان ريحتها بتبقى عاملة ريحة كده تحفة، يعني حاجة كده في منتهى الجمال. ودي كانت تالت تجربة معايا، وأهم تجربة عندي بعض البطاطس وهي الفراخ، علشان طبعا كلنا زهقانين بقى من الفحم ونحط في الفرن ونقعد مدة طويلة. فدي كانت تالت تجربة معايا، وكانت حقيقي 100%. رابع تجربة وهي الكفتة، صبحت الكفتة بالشكل ده بدون بقى زيوت ولا هرش عليها حبة زيت، انا يعني حطيتها كده بدون اي حاجة، وظبطتها برضو على درجة حرارة 160، هتاخد 20 دقيقة، ودي كانت النتيجة. اهم حاجه في الموضوع بقى في الكفته ان هي ما بتخليش الكفته كش، يعني كانت اكتر حاجه بتخليني اتضايق من الكفته ان هي كان الصباع بيبقى كبير قوي زي ما انتوا اكيد كل الستات بتعمله وبيكش معاكي، فيعني كانت حاجه بتبقى مقرفه. لكن الهوايه بجد ما شاء الله طلعت لي الصباع هو اظن كلكم شايفين الجمال بالشكل ده. جربنا كمان السمبوسه ورصتها وحشيتها واديتها رشه بسيطه جدا من على الوش كده بالزيت، ودخلتها على درجه حراره 160، اخدت معايا 40 دقيقة. اخدت معايا 40 دقيقة، هي 160 طبعا بتبقى الدرجة اقل، وما شاء الله طلعت حلوة جدا. الحاجة الوحيدة اللي فيها الوحشة ان انت لما تكوني حشيها جبنة موتزاريلا فبتطلع كده بتبصبص كده زي ما انتم شايفين، لكن حقيقي السمبوسة حلوة جدا، احلى من الفرن ومن ان انت بتقليها، طلعت ممتازة ومقرمشة وجميلة جدا. كمان عملت فيها صينية البطاطس بالفراخ وطلعت رهيبة رهيبة يا جماعة، والله والله بجد ما اخدتش مني حقيقي وقت كتير. جربت فيها البطاطس بالفراخ، وجربنا السمبوسه، وجربنا الفراخ، وجربنا حاجات كتيره جدا، ومحتاجين بجد ان احنا لسه هنعمل اكلات كتيره وهننزلها لكم علشان تبداوا ان انتوا تعرفوا الاكلات اللي ممكن تعملوها في القلايه والاكلات اللي ممكن ما تعملوهاش في القلايه. فالبطاطس طلعت مستويه 100%، والفراخ كانت فعلا رائعه بجد، صينيه البطاطس دي يعني ممتازه جدا. كمان عملنا فيها شرايح اللحمه، شرايح اللحمه بجد كانت رهيبه وكانت حلوه حلوه بجد. تبلي اللحمه اعمليها شرايح وحطيها على درجه حراره 160، هتاخد 40 دقيقه، وحته فحمه كده وظبطي الدنيا، وطلعت في منتهى الجمال بجد، ما بتكشش كتير. انا طبعا مغمقه اللون هنا لان انا حاطه لها دبس رمان وصويا صوص، وانا بحبها بالطعم ده. ما شاء الله مستويه 100% بجد يا جماعه، مستويه حلوه قوي، اللحمه والفراخ والبسبوسه والسمبوسه وكل الاكلات الجامده دي بجد في الهوايه طلعت يعني بجد حقيقي 100%. انا ما كنتش يعني دايما كنت ببقى حابه ان انا اجيبها، لكن هل بتسوي فعلا الفراخ ما بتاخدش ال 20 دقيقه، بتحطي فيها فعلا اللحمه وبتاخد معاكي 20 دقيقه وكل الكلام ده. ففعلا يا جماعه والله بجد يعني حاجه في منتهى الجمال. اتمنى ان انا اكون قدمت لكم النهارده يعني بعض الافكار، او اللي حابب يجيب الهوايه ما تخافوش هاتوها تريحكم 100%، خصوصا بقى في رمضان في العزومات، فبتنجز معاكي وقت كبير قوي، يعني ممكن تخلصي اكل كتير جدا ما بياخدش معاكي حوالي ساعه او ساعتين، فحاجه في منتهى الجمال. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. باي.